بعد يوم واحد من تحقيق المنتخب الوطني المغربي لإنجاز جديد خلال مسيرته في المونديال وفوزه بثنائية ضد المصنف الأول من قبل الفيفا، اصطدم الجمهور المغربي بخبر جديد عن اللاعب الأكثر شعبية في المنتخب أشرف حكيمي. اعتبر محبو اللاعب أشرف حكيمي الخبر مدروسا، حيث أعلنت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي خبر انفصالها عنه عبر خاصية إنستغرام بعد يوم واحد من فوزه ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب بعد النتائج الإيجابية في المونديال. هبة عبوك التي استفزت الجماهير العارضة للاعب أشرف حكيمي بهذا الخبر لم تتوقف عند هذا الحد، بل أعلنت تضامنها المطلق مع النساء ضحايا الاغتصاب، ما اعتبروه رسالة واضحة منها ضد زوجها، واعتبروا الأمر نكرانا للعشرة والمواقف الطيبة التي تشاركاها معا خلال فترة الزواج. حيث قالت في البيان الذي أصدرته بخصوص هذا الموضوع: كنت في حياتي دائما وسأكون وإلى جانب الضحايا، لذلك نظرا لخطورة الاتهام لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة. وختمت بيانها قائلة: أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة. شكرا لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم.